عمرك حسيت إن كلام الناس بيدخل دماغك غصبًا عنك؟ كلمة عابلة، تعليق بسيط، رأي مش في محله، وفجأة تلاقي نفسك متوتر، متلخبط، ومش عارف تركز. الحقيقة إن أغلب اللي بيتعبنا مش الأحداث نفسها، لكن المساحة اللي بنديها الكلام ملوش أي قيمة حقيقية في حياتنا. النهاردة مش هنتكلم عن إزاي ترد، ولا إزاي تثبت نفسك، ولا إزاي تكسب أي نقاش. النهاردة هنتكلم عن حاجة أبسط وأهم، حاجات مش محتاج إنك تركز معاها عشان تحافظ على سلامك النفسي. في حياتك اليومية في مواقف كتير محتاجة منك تقول جواك مش مهم، مش هخلي ده يأثر عليا. مش ضعف ولا هروب، لكن وعي. إنك تختار هدوءك بدل ما تختار إنك تبرر أو تدافع عن نفسك طول الوقت. خلينا نبدأ بكلام الناس اللي أصلاً مش مهم. في انتقادات بتجيلك مش علشان تساعدك، لكن علشان الشخص اللي قدامك يطلع إحساس جواه. حد يعلق على لبسك، على شغلك، على طريقتك بنبرة فيها تقليل أو سخرية. السؤال هنا مش هو قال إيه، السؤال هل الشخص ده أصلاً له مكان في حياتك يخليه يحدد قيمتك؟ لو الإجابة لأ، يبقى كلامه مش محتاج يدخل دماغك من الأساس. مش كل نقد اسمه نقد بناء، ومش كل رأي يستحق إنك تقف عنده. وفي نوع تاني من كلام الناس، زي الآراء اللي مش مطلوبة. ناس تحب دايما تقولك تعمل ايه وما تعملش ايه، تعيش ازاي، تختار ايه وتسيب ايه. مش علشان حد قال رأيه يبقى ملزم انك تسمعه. حياتك مش استفتاء عام، ومش كل حد له رأي فيها يبقى فاهم ظروفك أو حاسس بيك. من حقك تسمع، ومن حقك برضو تتجاهل. وده بياخدنا لتعليقات السوشيال ميديا. ناس عمرك ما قابلتهم، ما يعرفوش عنك غير صورة أو بوست أو جملة، ومع ذلك شايفين نفسهم مؤهلين يحكموا عليك. اللي مش عارفك فعليا رأيه فعلا مش مهم. مش لازم ترد، ومش لازم تشرح، ومش لازم تثبت أي حاجة. السكوت هنا مش ضعف، السكوت هنا اختيار ذكي. أما دلوقتي وبعد كلام الناس، في حاجة تانية بتستنزف طاقتنا، وهي مشاكل الآخرين. مش كل مشكلة حوالينا محتاجة تدخلنا. مشاكل صاحبك في شغله، خلافات ناس ملهاش علاقة بيك، دراما بتحصل أونلاين. التعاطف حاجة جميلة، لكن التدخل الزائد بيحولك من شخص متعاطف لشخص متحمل فوق طاقته. من حقك تقول ده مش شغلي من غير شعور بالذنب. في فرق كبير بين إنك تحس باللي قدامك وبين إنك تشيل عنه الحمل كله. وفي وسط كل ده، في حاجات جواك أنت شخصياً محتاج تتجاهلها شوية، زي الأفكار السلبية اللي بتيجي فجأة. أنا أقل من غيري، أنا مش كفاية، أنا متأخر. المقارنات اللي ملهاش آخر، والنقد الذاتي اللي بيبقى أقسى من أي كلام خارجي. كل ما فكرة سلبية تيجي، اسأل نفسك سؤال بسيط: هل الفكرة دي هتساعدني دلوقتي؟ لو لأ وملهاش لازمة، يبقى سيبها تعدي. مش كل فكرة تيجي في دماغك تبقى حقيقة، ومش كل إحساس محتاج تحليل. أحياناً التجاهل أحسن علاج. ركز على اللحظة اللي انت فيها. مش كل قلق عن المستقبل مفيد، ومش كل جلد للذات عن الماضي ليه معنى. ومن أكتر الحاجات اللي بتضيع سلامنا النفسي إننا مش عارفين نقول لأ. بنخاف نزعل اللي قدامنا، بنخاف نبان أنانيين، بنخاف نخسر حد. لكن الحقيقة إن لأ المهذبة والواضحة بتحميك أكتر ما بتأذي غيرك. مش محتاج تبريرات طويلة ولا قصص ولا أعذار معقدة. قول مش هقدر دلوقتي، قول ده مش مناسب ليا. جمل بسيطة بنبرة هادية كفاية جدا. في الشغل، في العيلة، في الصحاب، كل ما قدرت تحط حدود من غير عدوانية، كل ما حياتك تبقى أهدى. اللي يحترمك هيفهم، واللي يزعل يمكن يكون متعود إنك دايما بتوافق على حساب نفسك. وفي الآخر افتكر دايما، مش كل كلمة محتاجة رد، مش كل موقف محتاج موقف، ومش كل حاجة تستاهل تاخد من طاقتك. اختار معاركك
وحدد أولوياتك وخلي سلامك النفسي في المقدمة. لو حابب شاركني في التعليقات، إيه أكتر موقف حسيت إنك كان لازم تسكت وتسيبه يعدي؟ يمكن تجربتك تريح غيرك، ويمكن كلامك يريحك أنت قبل أي حد. اعمل لايك واشتراك في القناة علشان أساعدك توصل لأفضل نسخة من نفسك.